مفيش حاجة، علي كويس وشطة كويس وكريم كويس وكلهم راجعين، والحكومة سيطرت على الموقف ومفيش أي حاجة. هو بس كروان وعروسته يعني على كلامهم هما اللي اتبهدلوا شوية. هما بس اللي اتبهدلوا، كروان وعروسته اتبهدلوا شوية حصل. شط هو اللي لسه بيقول لي دلوقتي. ف ربنا يا ابني يكمل فرحك على خير، وانا مش عارف اذا كان كمل ولا لا. والله لو شاكر فاتح اخواتي انا هبعت له، مش عيب. فبلاش تعملوا كده، الراجل سيبوه في ضيقة، الله يكرمكم. وبرضه اخويا مداهم، انا قمت مقهور على اخونا برضه. من حبيبي من. فاخويا نراعوا احاسيس الناس والنبي. انا شفت فيديو لشاب كده مطلع بيتكلم في سيرة اخونا مداهم، يفكها عليه يا رب في الاستئناف. اكيد الاستئناف جنائي طبعا، باذن الله يروح. طلع بيقول له ما هو معلش يا اخويا، ما الناس زعلانه قوي على ال3 سنين. ما انت برضه حللوا لك ايه يا بني ادم انت، يا معتوه. والشماتة كمان في الدقيقة يا واد. ده انتوا بقيتوا لعنة على الأرض، الله يلعنكم. ايه بشيكوا أخويا وحبيب قلبي. انتوا يا ابني بقيتوا لعنة يا ابني على الأرض يا ابني. ايه صلاح أحمد حبيبي، انتوا مالكوا بقيتوا عايزين ايه وعايزين مننا ايه وعايزين نعيشوا ازاي؟ وفي ايه؟ انتوا مين أصلا؟ كوتش حبيبي. استغفر الله العظيم يا رب. شير اخواتي، شيروا لبعض، احنا 19,000. شير اخواتي، شير اخواتي، شيروا لبعض. يا نصيبة سودة. شيكو حبيبي. اخواتي بكرة الساعة 9 حلقة بودكاست مع اخويا باسط مصر. هو يعتبر من اقوى بودكاست اللي على البرنامج هنا. واخونا يعني جاي في صراحة على كلامه، او الساعة 9 بالظبط. بودكاست هفتح من الصفحة الأساسية دي، هبقى عندنا في البودكاست. اخواتي قبل ما تتحرك وتروح مناسبة أو عزا، خد من أخوك النصيحة دي. بعيد موضوع كروان خالص. أخويا حبيبي وعزمني، أخو الصغير كروان، أخويا الصغير. لكن كون إن أنت أنا أروح مش عارف اللي هيحصل إيه اللي. عشان كده التحرك من أخوك بيبقى بطيء يا ابن عمي، اوعى تزعل مني أخويا شيكو، قلب أخوك يابا. فكون إن أنت أصلا زعلان، لا يبقى غلط يا حبيبي، غلط يا حبيب اخوك. اوعى تزعل حبيبي شيك اخويا وقد الدنيا مريم. اخوات الفرسان، شير من حديد، شير. تعال اقول لك انا في الحاجات اللي زي دي يابا تتصرف ازاي، ومش عيب. مش عيب يا حبيب اخوك ابو زياد حبيبي. كنت قادر اخد عربياتي واخد ناسي واروح النهارده، واخد ناسي بقى، انا رايح مناسبة، اشد 3 4 5 عربيات واروح. طب افرض يابا انا جيت لك وحصلت المشكلة هناك، ما انا مش زي اخواتي. انا بنقل في حتة تاني، احنا في واقع وجايين مناسبة يحصل معانا كده ليه؟ فانت اعذرني يابا لو حتى انا ما جيتلكش، معلش. اعذرني يا حبيب اخوك. علي روح وشط راح وكلهم روحوا الحمد لله، ومفيش حاجة حصلت مع حد خالص، ومفيش حد اتعور، ومفيش اي حاجة. وبس كروان مشادة كده كلامية هو وعروسته مع الجماعة اللي هناك وكده، وموضوعهم يعني على الله حكايته، مفيش حاجة. وروح الراجل وكده وعدت الليلة. يا رب يا اخويا يطلع شاكر، ان شاء الله يطلع بإذن الله. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني والله. آه على قد ما انا زعلان اخواتي، على قد ما الدنيا قلب اخوك يا شيكو. بتشرب ازاي دي يا قلبي وحبيبي اخويا وحبيبي شيكو. انجي اتضربت؟ ايه انجي؟
انجي اتضربت ايه انجي اتضربت ايه انجي اتضربت انجي اتضربت ايه انجي اتضربت انجي اتضربت ايه انجي اتضربت ده بالكلام في الموضوع. علموا مشاهدة ليه في الكلام في الموضوع يا اخويا. هو النت ده بيجي الوقت ده ويعاندني يعني ولا إيه؟ انا مش فاهم حاجة. لا اله الا الله. كده يا اخواتي. اصلي اصل اخواتي قبل اي حاجة، انا زي ما قلت لكم اخواتي احنا مش هنطول يعني في مواضيع، عشان خلاص اطمنا على اخواتنا واطمنا على الجماعة عندنا وحتى اخواتنا اللي نعرفه اطمنا على كروان، والحمد لله كلهم بخير. الحمد لله بخير كلهم. عشان بس ما يقولكش احنا بنعلي الريتش او اسمها ايه، بنعلي المشاهدة ما انا قادر افتح الموضوع ونوصل 20,000 زي ما كنا دلوقتي. بس خلاص احنا قلنا اللي حاصل وهننقل في مواضيعنا. واحد الله يا ابن عمي، واحد الله يا اختي، كل واحد الله. احنا الاوائل اصلي بدون كلام بعون الله. بتحصل لك حاجات يا اخويا ربك بيختبرك بيها، بيحصل لك مواضيع ربك بيختبرك بيها، بيحصل لك قصص ومواضيع وكده. انا واثق ان انت تختبر بيها والله. والله بتختبر بيها وانت مش واخد بالك. انا بيختبرك يا عم. انت بتاكل جوافه؟ جدع يابا جدع. هو ده مش وقت صراحه. جدع. ايه اللي انت بتقوله ده يا اخويا؟ طب ايه كومنتك ده؟ بتاكل جوافه؟ صباح الورد عليك يا جوافه. هقول لك ايه؟ طب كنت بتاكل ما تاكل جوافه. بيقول لك اخواتك وموضوعهم. علي مره روح اخواتي. علي شط قال لي ان هو روح. الكاميرا يا شاب. كاميرا ايه؟ الكاميرا؟ انت كاتبها الكاميرا والله مش، بس انت ما قلتش الكاميرا اصلا، قلت الكاميرا. فانا معاك في الكاميرا دي. اخواتي فرسان. عاش عاش عاش. شير اخواتي، شير 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 يلا. برق للتليفون بروحك برق. في حاجة زعلتني اخواتي نكلم اخواتي فيها، مش عيب. شعرك حلو؟ لا زي الزفت يابا، محبش الحاجات دي الله يكرمك. حلاوة للحريم. شعر مين يا عم اللي حلو؟ شعر منكش وزفت اهو. انا في الشارع من بدري. بص اخواتي وحد الله قبل اي حاجة، بالعقل وبالراحة كده عشان نستوعب برضو ايه اللي حاصل. انا هخاطب حد من خلال هنا، اكيد هو شايفني. وانا داخل البيت عندي من شوية القرية، بنت وولد صغنطتين كده، اللي هو 5 سنين 4 سنين كده. عربية الدم ولعت ايه يا اخويا؟ بس الله يكرمك الراجل لسه قافل معاه، مفيش حاجة خالص. ولعتها منين انت؟ اخواتي نركز بس في اللي بنتكلم فيه. وانا داخل القرية بنت وولد صغيرين اطفال. يمكن الشاب
يعني الولد الشاب الصغنن ده بإذن الله وإن شاء الله يعني ربنا هيحسن صورتنا في عين البني آدمين. معرفش الاسم اللي انتوا كاتبينه والله. بكره احكيها لكم. فهمت، انتوا كاتبين الاسم بتاع الشخصيه غلط. كويس، بكره احكيها لكم يا حبيبي. بكره يا قلبي احكيها لك. احكي لكم القصه في البودكاست بتاع الساعه 9. بكره احكيها لكم ان شاء الله لو اتسالت فيها يعني. بكره نحكيها. اخواتي الفرسان، عاش 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 يا فرسان، عاش قد الدنيا. فرسان فرسان. قبل اي حاجة اخواتي احكي لكم اللي حصل. وانا داخل البيت من شوية لقيت حاجة غريبة اوي. لقيت بنت صغيرة وولد صغير. البنت قالت لي حاجة زعلتني اوي. تقول لي يا عمو احنا بنسلموا عليك وانت طالع وانت داخل. هو ليه بابا بيقول لي انك شرير؟ طب يا اخويا انا معاك هنا بقالي 3 سنين في القرية هنا، بقالي 3 سنين معاك هنا. كنت شرير في ايه معاك؟ انا اعرفك؟ حد هنا يعرفني؟ مفيش. تقول لابنك ليه كده؟ بتكرهه فيا ليه؟ ولا بتقولي لبنتك ليه كده؟ شرير في ايه؟ الواد بيقول لي انت طيب جدا. حبيبي عمد قلب اخوك. شرير في ايه يا حبيبي؟ اختي ندى قد الدنيا والله. انا شرير في ايه يا حبيبي؟ يعني انت والدك ولا والدتك وصلوا لك ان انا شرير في ايه؟ يعني في ايه انا شرير؟ في ايه؟ ايه اللي خلاني انا شرير؟ ليه؟ عملت ايه؟ ساكن معاكم بقالي 3 سنين من يوم ما روحت هنا. فيك قبول مش طبيعي، ربنا يبارك فيك من عند الله يا اخويا والله. فانا هبقى شرير في ايه؟ اخويا حمد قلب اخوك شيخ. اخواتي هنرجع نشوف الفرح تاني. اخواتي هنرجع له تاني والله الفرح. اخواتي ننقل بقى، ننقل مش ننقل من الفرح، هنطمن اهو دلوقتي، هنطمن عليهم تاني. انا بس كنت حابب اعرف من الاب اللي قال لبنته او ابنه ان انا شرير هنا. شرير ليه؟ طب تعرفوا ان انا ايام ما كنت شرير والله العظيم ما كان حد بيقول عليا حاجة. وعزة الله حبيبي يا احمد والله ما كان حد بيجيب سيرتي اصلا. كانوا يخافوا يجيبوا سيرتي. يا ليه الدنيا كده؟ الحساب على الاثر الرجعي بيبقى حساب مخلد اللي هو دايما. عشان ببرق؟ انا ما ببرقش والله هنا خالص. ابرق لمين؟ ده مجتمع تاني، ده غير اللي انا كنت عايش فيه. هبرق وسطيهم ليه؟ بالعكس والله انزع لبس واحسن عربيات من 3 سنين قدامهم. فليه؟ ليه يا اخويا انا هبرق ليه؟ لا اله الا الله. علي نايم في البيت ما راحش. امال شطه بيقول لي مشي. علي ما راحش ازاي يا اخويا؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ممكن والله، والله ممكن يكون ما راحش. بلوتوف حبيب قلبي.